ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال: ماذا نحتاج حتى تنهض الأمة؟ هذا طبعا موضوع شغل المفكرين وكتبوا فيه. شروط النهضة كتب فيها بعنوان مباشر المفكر الجزائري الكبير مالك بن نبي رحمه الله، كتاب شروط النهضة. لكنني هنا أريد أن أفرق بين أمرين، بين مرحلتين: مرحلة ماذا نحتاج حتى ننهض، وماذا نحتاج بعد أن ننهض. أعيد: ماذا نحتاج حتى ننهض، هذه مرحلة، وماذا نحتاج بعد أن ننهض لكي نبني حضارة عظيمة كما كنا من قبل، بل أعظم إن شاء الله. أنا أعتقد أن شروط النهضة في هذه المرحلة يختلف عن شروط النهضة في المرحلة التالية. في المرحلة الأولى حتى ننهض ونفيق من هذا السبات وننتشل أنفسنا من هذا التخلف الذي نعيشه، شروط النهضة هذه ثلاثة. أولا، نحتاج الدين الحق، ليس الدين المميع، الدين الذي يؤصل استبداد ويجعل الناس يعيشون في خنوع، وإنما دين حق الذي ارتضاه الله تعالى لنا، فكرة حقيقية لها منهج واضح وإيمان عميق بهذه الفكرة والمنهج. نحتاج إلى دين يحرك الطاقات ويعطي العطاء والإنتاج، دين يعطينا هوية تجعلنا متميزين عن باقي البشر، ودين إذا التزمنا به نستجلب النصر من عند الله تعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: حتى ننهض نحتاج إلى تحدي. الذين ييأسون وينشرون اليأس وينشرون نظرية المؤامرة، كل شيء وراء أمريكا واليهود، ما نستطيع أن نواجههم، إذا استسلموا، روحوا استسلموا أنتم لوحدكم. لن نستسلم، لا بد من إصرار على النهضة، على التحرر من المحتلين الصهاينة، من الطغاة. هذا التحدي ضروري للنهضة. والأمر الثالث الذي نحتاجه: قيادة قوية شعبية وفي الحكم، قيادة قوية. والقوية هنا لها ثلاث مواصفات: أن عندها مصداقية، إن خير من استأجرت القوي الأمين الصادق الأمين، وعندها رؤية تعرف ماذا تريد، وعندها كفاءة. لا يكفي الأخلاق والإيمان والعلم، وإنما عندها كفاءة إدارية وقيادية واضحة. هذه شروط أن كيف ننهض. أما شروط بناء الحضارة بعد أن ننهض فهي ثلاثة أيضا. الأمر الأول هو الدين الحق، مرة أخرى نحتاجه قبل أن ننهض، ونحتاج بعد أن ننهض كما شرحت لكم. الشيء الثاني الذي نحتاجه لبناء حضارة قوية متميزة تستطيع أن تنافس الأمم وتستطيع أن تقود البشرية من جديد، نحتاج إلى العلم، علم عميق، علم معاصر، فهم جديد للشريعة يميز بين الثوابت التي يجب التمسك بها وعدم المساس بها، في بعض الناس يحاول أن يمسها اليوم، وبين المتغيرات التي يجب أن نغيرها، وهناك بعض من يريد أن يتمسك بتراث الماضي حتى في المتغيرات، ما يستقيم. نحتاج إلى علم دنيوي متطور منافس، نحتاج التركيز على تطوير مناهج التعليم بشكل كبير والبحث العلمي بشكل عميق. فالعلم إذن شروط بناء حضارة: أولا دين حق صح عدل، وعلم عميق دنيوي وديني. والأمر الثالث الذي سنحتاجه هو قوة. والقوة ثلاث أنواع من القوة رئيسية هنا: قوة الوحدة، فالمتفرقون تذهب ريحهم، وقوة المعلومات،
والمعلومات اليوم قوة ويتنافس عليها البشر. اليوم عصر المعلومات، وكيف نحصل عليها وكيف نستثمرها وكيف نحللها. وطبعا سنحتاج إلى قوة السلاح، قوة السلاح، فالأمة الضعيفة سينتهك حقها. هذه شروط النهضة، وهذه شروط بناء حضارة. لكن يأتي السؤال الأهم من هذا كله: ما دورك؟ ما دورك في هذه المرحلة وإذا عشنا في المرحلة القادمة؟ تأملوا في ذلك وليكن لكم دورا حقيقيا. ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر.